ببيضة واحدة بس هنعمل بسكوت البسكريم بطريقة سهلة وبسيطة، هش وطعمه لذيذ ويجنن. اوعدك بعد ما تشوفي الفيديو ده مش هتشتريه تاني من بره. عندنا بقى بولة وهنزل فيها ب3/4 كوباية من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني حوالي 150 جرام. 3/4 كوباية من السكر البودر بما يعادل كده 100 جرام من السكر البودر. ابدأ كده اخلطهم تماما، عليهم بيضة بقى بدرجة حرارة الغرفة لحد ما يبقى قوامهم كريمي بالشكل ده. عليهم معلقة صغيرة كده من الفانيليا، وقلبي بقى كل المكونات دي كويس جدا. في بولة بقى هنزل بكوبايتين من الدقيق، عليهم نص كوباية من النشا ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر وذرة من الملح. هنقلب بقى المكونات دي كويس جدا وانزل عليهم تدريجيا كده على الخليط اللي احنا عملناه لحد ما يبقى القوام بالشكل ده وتلاقي العجينة ما بتشققش معاكي. هقسم بقى العجينة النصين لان انا هعمل نص فانيليا ونص بالكاكاو. هنزل عليهم بمعلقتين من الكاكاو انخلهم كويس جدا ومعلقتين من الزيت. هنقلبهم بقى كويس جدا لحد ما الكاكاو يختفي تماما ويبقى قوامها بالشكل ده. هبدأ بقى اخد كده العجينة الفانيليا واعمل بقى كور صغننة كده، وشكلي بقى عجينة الكاكاو كده كور صغننة خالص بالشكل ده. وابدأ اجيب واحدة فانيليا واحدة شوكولاتة، واحدة فانيليا واحدة شوكولاتة، لحد ما اعمل كده وردة صغننة كده، وبين ايديا كده اروح بقى مكوراها تبقى بالشكل الخطير ده. خلصي كل الكمية، فرنك شغال على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. بدخل بقى احلى بسكويت بسكريم ياخدش بالظبط من 12 ل 15 دقيقة، اسيبه يبرد تماما. شايفة الجمال والحلاوة؟ خطير، هش ولذيذ ويجنن. جربوه، ولو عجبك الفيديو لايك وشير سبسكرايب لقناتنا. باي باي.